صباح الخير. دي الحلقة الأولى من يوميات مغترب كحيان. تمام. أول حاجة بيعملها المغترب الكحيان بعد ما يصحى من النوم إن هو بيروح يعمل قهوة. تمام. دي قهوة عبارة عن خليط من قهوة عادية خالص، بن النجار. ده اكتشفوا ان هو في مصر بيحطوا فيه نشارة خشب. قريت انا حاجة زي كده زمان. تمام. معلقة كاكاو، قال لك الكاكاو مفيد جدا عشان الخلايا الجذعية والكلام ده. هو كلام ما علينا. وبقى ايه، حتة صغيرة من ملح الهيمالايا. انا ببص كده عشان بشوف الشاشة بس، يعني بشوف ان انا ايه الصورة واضحة كويس ولا لا. ده ملح الهيمالايا، تحط منه حاجة صغيرة خالص كده عشان خاطر ايه، بيقولك كويس لحمض المعدة. يا لهوي. بس بعد كده المواطن الكحيان بقى بعد ما يشرب قهوته ويفوق من اللي هو فيه، بينزل يعمل شوية ورك اوت في الشارع، في الجنينة، في حديقة، اي حديقة كده. بس الحي اللي انا نقلت فيه ده مش كويس خالص يعني. الحديقة على بعد كبير، ده اول حاجة. لقيت حديقة هنا جنبينا بس صغيرة خالص كده. تمام. كل ما عاوز اتمرن يعني المساحة الخضراء صغيرة جدا. تمام. ده اول حاجة. كل ما عاوز اتمرن الاقي ستات قاعدة ومع عيال صغيرين وعمالين يتمرجحوا، وانا بقى اروح هناك وعمال اعمل حركات كده فرجة بالنسبة ليهم. ف في حديقة بعيد جدا كده، حديقة كبيرة شوية. بروح اعمل شوية ورك اوت فيها. باخد جنبي كده لوحدي خالص، برضو بلاقي ستات قاعدة بأولادها ومش عارف ايه، وكل اللي رايح واللي جاي عمال يتفرج عليا. مع اني وانا مسافر في مرة والله شفت واحد صيني او واحد كوري معرفش، وعمال يعمل ورك اوت في الساحة بتاعة الانتظار، وفرجة الكل عمال يتفرج عليه. انا بعمل في الحديقة فده مقبول شوية، انما في المطار ان حد يقعد يعمل ورك اوت قصاد الناس المنتظرة ان هي تسافر، ده غريب شوية. بس هو مش همه، هو اهم حاجة ان هو يعمل المصلحة بتاعته، ده الصح. بس هنعمل ايه، احنا عقلياتنا كده للأسف. بس اشوفكم بعد ما انزل واعمل شوية ورك اوت في الشارع. لا لحقت اتمرن ولا لحقت انيل، يا دوبك نزلت اجيب الحاجة بالعافية. دي برضه مشكلة عدم تنظيم الوقت، بيضيع يعني حياتك. ما علينا. دلوقتي هنعمل رز. ده رز بسمتي. تمام. بنجيب زيت الزيتون الكحيان بتاعنا، وايه. تمام. نحط كده ايه رشة صغيرة.
الدنيا مطينة ب60 نيلة. دي حياة ايه؟ حياة عزاب وحياة كحيان، حياة مغترب كحيان. معلش. نجيب شوية ملح الهيمالايا ده، شوية صغيرين كده بس. بنولع. نجيب شوية زبيب، ده عشان يعني سعرات حرارية والكلام ده يعني. في الشتاء الواحد في الشتاء قرب ينشف، فاهمين؟ فلازم ايه، بسم الله. بس ندي تقليبة كده. ده بقى ايه؟ دي توابل كبسة جايبها من التميمي، تمام؟ دي بقى بتتحط على اي حاجة، فراخ، لحمة، بيض، بطاطس. بس الواحد هيقعد يجيب ايه، مش عارف، كمون، فلفل اسود، مش عارف ايه. هي دي طعم، بيدي طعم لايه، بيدي طعم لاي حاجة، فاهمين الكلام؟ كده. بس نحط شوية ملح من اللي هو الملح اليود دوت، ده ضروري جدا. ان الملح احنا محتاجين ملح باليود، يعني احتياجنا اليومي. ملح الهيمالايا مش كفاية، فاهمين؟ لسه في ورك تاني، ولسه هعمل شوية بطاطس كده، عشان برضو ايه، عشان الواحد ما ينشفش اكتر من هو نشفان كده، تمام؟ بس وبنطبخ. دي بقى حياة المغترب، بس طبعا مش كل المغتربين. يعني المغترب الكحيان لازم يقضي حياته كده، لازم يجي يطبخ بنفسه. يعني كل حاجة تبقى ايه، في حدود الإمكانيات، بحيث يقدر يتعايش مع الحياة. يعني يعني معظم الناس في الخليج اللي هم اللي شغالين شغلانة تعامل، تبقى حياتهم بالشكل ده، تمام؟ نبتدي بقى ناكل عشان نلحق نروح الشغل. يقول لك بفطر فراخ ورز. بفطر فراخ ورز لأن وقتي لا يسمح بغير هذا. كنت عامل حسابي ان انا هروح اتمرن، تمام؟ كنت عامل حسابي ان انا هروح اتمرن وبعد كده اكل. عشان كده ايه، قلت اطبخ الرز. بسم الله. عاملين يا جماعة كيف الحال؟ المواطن الكحيان بعد ما بيخلص شغله، انا النهارده الشيفت بتاعي
من الساعة 7 بالليل لغاية 4 الفجر. الساعة دلوقتي 4 وربع، لسه مخلص الشفت. في الطريق يعني لمكان السكن. أنا حاليا في مدينة الدمام، حي اسمه الجلوية. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا برضو في كل مكان بتبقى صاحية، وزي ما مصر بلد الأمن والأمان، برضو السعودية بلد أمن وأمان كبيرة جدا. الناس ماشية في أي وقت، العربيات ماشية في أي وقت، البنزينة فاتحة في أي وقت، السوبر ماركات فاتحة في أي وقت. يعني في تشابه كبير جدا بين طبيعة الحياة في مصر وطبيعة الحياة في السعودية. أحلى حاجة كده وأنت مخلص الشغل الساعة 4 الفجر، تخيل أنت ماشي الساعة 4 الفجر في الشارع، لا حد وراك ولا حد قدامك، في سلام تام. قالك فيلم فايت كلاب، اللي اتفرج على فيلم فايت كلاب قالك بنشتغل شغلانات ما بنحبهاش عشان نشتري حاجات بفلوس لا نمتلكها، عشان نبهر أناس لا نحبهم. ده الواقع للأسف. أغلبية الناس كده تشتغل شغلانات ما بتحبهاش، يشتروا فلوس، يشتروا حاجات بالدين عشان يبهروا ناس، أصلا عشان يبهروا ناس مش بيحبوهم. يا لها من حياة قاسية. والله دي تبقى شكل حياة. أنا بقى مش بشتري أصلا عشان أبهر حد. الحمد لله. امشي في مصر ما فهمش ايه يعني ايه الخط الاصفر اللي محطوط دوت، ما تفهمش، فاهمين؟ الخط الاصفر ده معناه العربيات، ده محطوط للمشاة او للعجل او للموتوسيكلات، او عربية مثلا حصل لها حاجة فركنت، فاهمين؟ فانا ماشي على الخط الاصفر ده مخصص ليا، فاهمين؟ بصوا يا جماعه الراجل ده، انا مش عارف الراجل ده بيعمل عيش ايه ولا بيسق ولا ايه دنيته. تعالوا كده نخش نشوف، بس يا رب يرضى بس ايه يخلينا اصور. استنى كده، بصوا شفتوا هو بيعمل ايه؟ هو مش واخد باله خالص. السلام عليكم. كده اصور؟ ينفع اخش؟ بصوا عديت عليه امبارح، الراجل ده من اسباب ان انا عايز اصور والله. السلام عليكم. كيف الحال يا صديق؟ كيف الحال؟ الحمد لله. انت منين؟ باكستان؟ ايوه. عيش ده اسمه عيش ايه؟ عيش ايه؟ هذا غرسان. غرسان؟ ايوه فوق هذا. غرسان بكام الرغيف ده؟ 2 ريال، بايع 2 ريال. واحد حبة 2 ريال؟ ايوه. ممكن اخش اصور فيديو دقيقة واحدة بس، 1 minute بس، اصور جوه. كان اي ميك فيديو 1 minute؟ هذا ايش؟ كاميرا. كان اي ميك فيديو 1 minute بس انسايد؟ كان؟ ها؟ اوكي حبيبي شكرا. شكلي اتسببت في انه حرق رغيف ولا حاجه. ايش اسمك؟ واتس يور نيم؟ اسمك ايه؟ اسمك انا اسمي زياد؟ إبراهيم. ماشي مش مشكله. ده خبز غرسان؟ لا. اسمه ايه؟ غرسان؟ لا. امال اسمه ايه؟ غرسان. غرسان صح؟
هيورينا مهاراته بقى. هو ما شاء الله متمكن يعني. بصوا، لا سحر ولا شعوذة، والله 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 بني ادم زي العسل اقسم بالله. ما شاء الله عليه حرف. انا عايز واحد يا صديق. طيب ابغى واحد في شبكه شغاله. عايز واحد، عايز رغيف. ايوه ابغي واحد خبز. مدير ثاني هذا حرام والله. ايه مدير فين؟ هذا ايش؟ ايه كاميرا فيديو. انا في ما في هذا مدير ما ينفع اشتري. ما ينفع اشتري. انا ابغي ما في ترتيب. انت تسوي خبز بس صح؟ ما في بيع انت؟ لا. شكرا يا صديقي، شكرا. مويه شرف مويه. مويه شرف. شكرا حبيبي، الله يخليك. والله بني ادم زي العسل يعني. هو كان بيقول ده بيعمل ايه اذان الفجر ده يا جماعه. هو كان بيقول ده داخل يعمل ايه ولا ده بيهبب ايه. بس هو ما شاء الله يعني. شفت متبرد بصراحه. انا شفت بس لما دخلت جوه الواحد دفي شويه. الدنيا جوه يعني الجو حلو جوه بصراحه. يعني هو جوه ما شاء الله مش حاسس بساعة خالص. بس يا جماعة، وده كان يوم من حياة مواطن كحيان، قصدي مغترب كحيان. تمام. اللي هيحصل كالآتي: هطلع فوق اعمل بيضتين على رغيف عيش واتخمد وانام. حياة مملة رتيبة، حياة أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لي أمور وحياتي تتغير. الواحد زهق، حياة مملة. أشوفكم في يوم جديد بإذن الله. حابب أشوف تعليقاتكم، يا ريت تعملوا لايك. آخر فيديو عن سوق الجمعة يعني تعبت فيه جدا والله، ورحت ونزلت الصبح وصورت في الزحمة ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر جاب 16 مشاهدة. انا ما اعرفش ازاي. اول مرة اليوتيوب اساسا ده 16 مشاهدة. ده انا لو منزل يعني شاشة سودا بس كده هيجيب اكتر من 16 مشاهدة. مش عارف هل اليوتيوب بيعاقبني عشان ايه، انا مش عارف. يا ريت بس تعملوا لايك بعد اذنكم. تعلقوا. الحمد لله. يلا اشوفكم على خير.